صباح الخير يا عايده. صباح النور يا ماما، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. اوعي تنسي انك معزومه عندنا النهارده على الغدا. للاسف يا ماما مش هقدر اجي، اصل حسام اتصل من شويه وقال انه هيرجع من القاهره النهارده. طب ما يجي علينا يا عايده، الا انت والعيال وحشني خالص. خليها يوم تاني يا ماما، الا انا تعبانه شويه. ايه يا عايده مالك؟ مفيش يا ماما، دول شويه ارهاق من شغل البيت. طب خلي بالك من نفسك يا حبيبتي، واديني يوم نكلمها او احمد. يا ماما الولاد في المدرسه، انت نسيتي ولا ايه؟ يوه يظهر كده الواحد ما بقاش عنده ادراك الايام دي. على كل ابقي سلمي عليهم على ما تبقي تيجي واشوفهم. مش هعطلك اكتر من كده عشان تشوفي اللي وراكي. مع السلامه يا حبيبتي. عايزه حاجه يا محاسن قبل ما انزل؟ ايه رايح برضو القهوه يا محمود؟ ايوه. طب ما تجرب تقعد معايا، ناخد قهوتنا سوا، ندردش سوا. محاسن انا وعدت ابراهيم ومتولي اني رايح اقابلهم في القهوه، وبعدين ما هي عايده جايه لك النهارده، عايزه مني ايه تاني؟ اعتذرت لان جوزها راجع النهارده من السفر. عشان كده انت زعلانه؟ كان نفسي تيجي هي واولادها ويقضوا اليوم معايا، ما بقتش اطيق القعاد لوحدي في البيت طول اليوم. طيب ما تشغلي نفسك باي حاجه في البيت، او انزلي اتفرجي على المحلات. البيت قدامك اهو، في حاجه ناقصاه؟ محمود اقعد انت معايا. انا ما اقصدش تشغلي نفسك بيا، فكري في اي حاجه غيري. عن اذنك. مع السلامه. معقوله هفضل ماشيه كده اتفرج على المحلات؟ وماله، ما هو احسن من القعده في البيت، على الاقل نمشي رجليا شويه، واهو اضيع وقت عشان اليوم يعدي. الله، الفستان ده حلو قوي، العبير بنت حسين ابني. لما ادخل اشتريه واعدي عليهم، بقالي زمان ما شفتهمش. ايوه طنط محاسن، ايه المفاجأة الجميلة دي؟ كنت قريبة منكم فقلت اعدي اطمن عليكم ما دام ما حدش منكم بيسأل عني. مشاغل والله يا طنط. اتفضلي ادخلي. عاملين ايه يا هدى؟ وازاي الولاد؟ وازاي حسين؟ كلنا بخير. لحظة بس يا طنط، هدي على الاكل. براحتك يا حبيبتي، هو انا غريبة؟ تحبي تشربي شاي يا طنط؟ ماشي يا هدى. عايزة اي مساعدة في المطبخ؟ ميرسي قوي يا طنط. واخبار حسين ايه؟ قريب قوي هيعدي على حضرتك. اتمنى تصدقي في كلامك المرة دي، ده انا بقالي اكتر من اسبوعين لا شفته ولا حتى سمعت صوته في التليفون. مشاغل والله يا طنط. انت عارفة حسين ما يتأخرش عنك ابدا، اوعي تزعلي منه. ما اقدرش ازعل منه يا هدى، لا هو ولا عايدة، ربنا معاهم. خد يا هدى. ايه ده يا طنط؟ الله، فستان عجبني فقلت اشتريه العبير، كان نفسي اشوفها. يا خبر. الله، ايه يا طنط مالك وقفتي فجأة كده ليه؟ لاني لازم امشي حالا. مش معقول، هو انت لحقتي؟ ده حتى الشاي ما شربتهوش. احمد جاري سايب لي مفاتيح شقته عشان افتح لاولاده لما يرجعوا من المدرسه. وده ميعاد رجوعهم، لازم امشي بسرعه عشان ما اتاخرش عليهم. ابقي اتكلمي يا هدى. حاضر. سلمي على حسين والولاد. يوصل يا طنط، مع السلامه. دش ارمي الظهر تاني يا متولي. انت بتقرص عشان تجيب البفه اللي انت عايزها. هي عادتك ولا هتشتريها؟ لما تحس انك هتخسر تتلكك باي حاجه. عيدها تاني يا متولي وريحه، مفيش داعي للمشاكل. علشان خاطرك انت بس يا ابراهيم اهو. مفيش فايده في طريقه لعبك ونيتك للظهر، برضه بتقرص. شايف يا ابراهيم؟ زي ما قلت، اول ما حس انه هيخسر الدور عايز يقفله علشان يهرب من الحساب على الطلبات. اذا كان الموضوع كده يا سيدي احاسب انا على الطلبات. لا انت ولا هو. خليل يا خليل، تعال خد حسابك عشان انا مروح. يا محمود اقعد، لسه بدري على المروح للبيت، ولا انت هتعمل زي العيال الصغيرين تغضب وتمشي؟ انا زهقت من طريقه لعبك وهرجع البيت احسن. طب استهدى بالله يا محمود واقعد، وهنلعب دور جديد ومش هقرص في الظهر زي ما بتقول. لا دور جديد ولا قديم، انا ماشي. سلام عليكم. سلام. فيلم ايه ده اللي بتتفرج عليه؟ ميرا مال بتاع شادية ويوسف وهبي. انت مش فاكره يا محمود؟ طبعا فاكره، ما احنا ياما شفناه. انا ما اقصدش عدد المرات اللي شفته فيها، انا اقصد حاجه تانية. الله، معقوله نسيت؟ فاكر ايه وناسي ايه؟ ما تتكلمي على طول يا محاسن يا فزوره. يوم ما اتعرض الفيلم ده وشفناه سوا كنا مخطوبين. دايما تفتكري حاجات غريبة كده وذكريات فات عليها سنين. دي ذكريات جميلة قوي يا محمود. الله، هو راح فين؟ تصبح على خير يا محاسن، انا تعبان وعايز انام. وانت من اهله؟ يمكن التصوير للاتحاد الاشتراكي. تليفونين لو سمحت. طيب. صباح الخير يا مدام محاسن. صباح النور يا استاذ احمد. انا اسف لازعاجك. لا ما تقولش كده، انت احنا جيران. هات المفاتيح. الولاد النهارده هيرجعوا بدري شويه. ومال، انا موجوده في البيت، يعني هروح فين؟ شكرا. طب سلام عليكم. مع السلامه. مين يا محاسن؟ ده احمد جارنا، كان بيسيب لي مفاتيح شقته. الله، انت بتعمل ايه؟ زي ما انت شايفه بكمل لبس عشان نازل. ورايح فين على الصبح كده؟ القهوه. هي القهوه دي الصبح وبالليل؟ انا خلاص، انا طفح بيا الكيل منها، مش معقوله كده. وهو المعقول اني اقعد في البيت جنبك اقرا الجرايد واحل الكلمات المتقاطعه واتكلم في التليفون؟ انت عايزه مني ايه يا محاسن؟ ما تسيبيني باللي انا فيه. وانا يا محمود، انا ليه ما حدش فيكم حاسس بيا؟ ليه ما حدش مقدر الوحده اللي انا فيها ليل ونهار؟ انا خلاص تعبت من الوحده دي، تعبت.
ايه تسيب البيت وتروحي فين يا محاسن؟ اي مكان اي مكان، لكن بالطريقه دي لا، انا هتجنن. طيب اهدي بس كده، قولي لي ايه المطلوب مني وانا اعمله. تقعد معايا نخرج سوا. الله، نخرج نروح فين بس؟ الولاد وكل واحد منهم مشغول بحياته وعياله، الشوارع كلها زحمه وازعاج وضوضاء. صدقيني يا محاسن، مفيش احسن من القعاد في البيت. زهقت منه زهقت. وبعدين اشمعنى انت بتخرج؟ الله، انت حاسداني على حته القهوه اللي بقعد فيها بعد ما خرجت على المعاش؟ تحب تيجي معايا بقى ولا ايه؟ انت بتتريق عليا يا محمود؟ انا اعمل لك ايه بس؟ الله، طيب ما تفتح التلفزيون ولا تسمعي الراديو؟ زهقت يا محمود، زهقت. طب اسمع يا محمود، ها. ايه رأيك لو نتمشى سوا على البحر، او نروح نقعد في مكان عام، او نقوم رحلة لشرم الشيخ او الغردقة؟ الله، انت حصل لك ايه يا محاسن؟ بحر ايه اللي نتمشى جنبه؟ ولا مكان عام ايه اللي نقعد فيه زي الحبيبة؟ الله، احنا ما بقناش صغيرين على كده. استهدي بالله وارضي بحياتك، كل اللي في سننا كده. سلام عليكم. البحر قال نتمشى عليه. كل الرجاله كده يا محاسن. قصدك ايه يا رجاء؟ قصدي ان اي راجل لما بيطلع على المعاش بيزهق من قعده البيت، ويفضل انه يقضي كل يومه بره لحد ما يتعود على وضعه الجديد. بعد كده هتلاقيه يرجع ويقعد في البيت لحد ما تزهقي، وانت اللي هتطلب انه يخرج. لا بس محمود بالزيادة يا رجاء، ده لو طال يبات في القهوة هيبات. الله، فين القهوة بتاعت النار؟ الكلام خدنا ونسينا. رتيبه نعم يا ست رجاء. اعملي لنا فنجانين قهوه على الريح. حاضر. بقول لك ايه يا محاسن، ايوه يا رجاء. ما تشوفي لك شغاله صغيره كده زي رتيبه، اهي تملى البيت عليكي وتجيب لك طلبات، وهو يبقى في حد معاكي بدل الوحده دي. انا مش عاوزه شغاله يا رجاء، مش عايزه حد يهتم بيا. محتاجه لوجود محمود جنبي، او سؤال ولادي عني. هو ده كتير عليا بعد العمر ده؟ القهوة يا ستات. حطيها عندك يا رتيبه وروحي شوفي اللي وراكي. حاضر. انت عارفه يا رجاء، عارفه انا كنت فاكره انه بعد استقرار الولاد وبعد طلوع محمود على المعاش حابه اعيش حياتي واتمتع بيها، اخرج اسافر اروح السينما. لكن لا، محمود خيب ظني وقضى على احلامي. محاسن، لازم تاخدي الامور ببساطه كده، مش كويس على صحتك. احنا ما بقناش زي الاول. صعبان عليا نفسي يا رجاء. وايه اللي هتقدري تعمليه؟ اهو محمود زي عبده جوزي بالظبط، كل الفرق اللي بينهم ان عبده بيموت في قعده البيت، وان جبت له سيره الخروج او السفر يرد ويقول لي خروج ايه يا رجاء، خلينا في البيت عايشين اليومين اللي باقيين لنا بسلام. بس انا ما اقدرش على كده يا رجاء، ما اقدرش. ايه مالك يا محمود؟ مالك يا محمود؟ قاعد ساكت وشارد، في ايه مش عادتك؟ محاسن مراتي يا متولي، يظهر انها عيانه. الف سلام عليك. عندها ايه؟ قال ايه؟ بتعاني من الوحده. ده مرض جديد يا محمود؟ عايزانا افضل جنبها في البيت، او نخرج سوا نتمشى على المالح، او ندخل السينما، او نتكلم على ضوء القمر. وماله يا محمود؟ ايه العيب في كده؟ الحاجات دي ما بقتش تناسبنا يا متولي، احنا كبرنا عليها. ده احنا عندنا 3 احفاد اكبرهم في الاعداديه السنه دي. وايه دخل الاحفاد في كده؟ ما دمت بصحتك وخلصت اللي عليك. والله يا اخي مراتك عندها حق. يا استاذ محمود ايه في ايه يا خليل؟ عايزينك في البيت حالا. الله، يا ترى ايه اللي حصل؟ انا اسفه يا محمود اني جبتك على بال وشك كده، اصل نسيت المفتاح وما لقيتش قدامي حل غير ان اتصل بيك من عند احمد جل. حصل خير يا محاسن. ادخلي. بس يعني انت ايه اللي نزلك من البيت؟ ما عايده اتصلت بيا وقالت انها جايه مع الولاد بعد الظهر، فقلت انزل اشتري شويه حلويات وتورته صغيره عشانه. يعني عايده جايه؟ ايوه. يعني ممكن انزل؟ ممكن يا محمود، بس يا ريت ما تغيبش عشان تشوف الولاد. هي ساعه زمن وهكون هنا على طول. محمود، على فكره النهارده هيعرضوا فيلم ايامنا الحلوه في التلفزيون. والله؟ وده كمان شفناه لما كنا مخطوبين برضه؟ لا، كان مكتوب كتابنا ساعتها. رد على التليفون يا محمود قبل ما تنزل والنبي. طيب حاضر. الو. ايوه يا بابا، ازيك؟ عايده؟ الله، انت لسه في البيت؟ دي مامتك حضرت كل حاجه وفي انتظارك انت والولاد. اصل احمد تعب فجاه ومش هقدر اسيبه وانزل يا بابا. ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بيشتكي من ايه؟ سخن وبيرجع. لا الف سلامه عليه يا عايده. معلش بقى يا بابا، اعتذر لماما وما تخليهاش تزعل مني. حاضر يا عايده، مع السلامه. انزل يا محمود، انزل وروح لاصحابك. لا، انا هقعد معاكي في البيت. انزل يا محمود، انزل، انا بخير، بس افتكر ترجع بدري عشان نتفرج على الفيلم سوا. طيب تحب نخرج سوا؟ ما تشغلش نفسك بيا يا محمود، ولو حسيت اني عايز اخرج جايز اروح لرجاء صاحبتي. ما انا قدامك اهو بس.
مش عامله في نفسي كده ليه؟ 100 مره قلت لك تعالي معايا وسيبك من ده كله. ما بحبش نوادي المسنين دي يا رجاء، كلها شكاوي وذكريات وكلام عن ايام زمان، وانا بقى اعصابي بتتعب. مش احسن من قعدتك لوحدي كده بين 4 جدران؟ لا لا مش احسن. ادي الولاد اللي بنموت نفسنا عشانهم. سنه الحياه يا محاسن، هي دي حاجه جديده؟ ما احنا كنا زيهم كده في يوم من الايام، ولا انت نسيتي؟ اشربي قهوتك، اشربي وبطلي تعملي في نفسك كده الا تقعي من طولك، وساعتها ما حدش هينفعك. على رايك، ولو ان ده برضه مزعلني ان لسه على رجليا ومحدش بيسال عني. امال لو حصل لي حاجه هيعملوا فيا ايه؟ مساء الخير يا محاسن. يا خبر، ده الفيلم في نهايته. مساء النور يا محمود. برضه بتعيطي؟ دي المرة ال40 اللي بتشوفي فيها الفيلم. انت بتجيلي الدموع دي منين؟ المرة دي ببكي على حالي يا محمود، مش على الفيلم. خايفة يحصل لي حاجة وانا لوحدي كده في البيت. يا ساتر يا رب، ليه الافكار الوحشة دي؟ ايه اللي جرالك؟ الوحدة يا محمود، الوحدة ممكن تعمل اكتر من كده. لا، والاسم ان ليا ولاد وجوز، لكن الكل مشغول عني. تاني يا محاسن؟ تاني؟ اسطوانة كل يوم؟ ايه؟ انت ما بتزهقيش منها؟ الله، انت ما بقيتيش صغيرة. انا خلاص ما بقاش عندي صبر لكده. انت كبرتي على الحاجات دي. الله، انت هتعمل ايه؟ انا هتصل بعايدة او حسين ابنك ييجوا يشوفوا لهم حل معاكي. ده اللي قدرت عليه يا محمود. ده بدل ما تطيب خاطري بكلمتين وتقول لي انا اسيب اللي ورايا واللي قدامي واكون جنبك، رايح تشتكيني لاولادك؟ ماشي يا محمود، ماشي. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. هما كانوا ليه بس طلعوني على المعاش؟ طيب صباح الخير يا بابا. اهلا، صباح الخير يا عايدة، ادخلي. ازيك يا بابا؟ بخير يا عايدة، بخير. ماما عامله ايه دلوقتي؟ كويسة، هي في اوضتها من امبارح بالليل وغضبانة. منك ولا مني؟ مننا احنا الاتنين. مامتك بقت عصبية خالص يا عايدة، كل ما اخرج من البيت تعمل لي خناقة. ما تعذرها يا بابا، طول عمرها ماما نشيطة ومش متعودة ابدا على حياة الفراغ. ما انا كمان معذور يا عايدة، ما بقاش عندي صبر ادلعها ودادي فيها. مامتك ما بقتش صغيرة كده. انت بتعيد الكلمة دي تاني يا محمود؟ شايفني مش قادرة اتحرك ولا ماشي على عكازين؟ بابا ما قصدش كده يا ماما. لا، هو يقصد كده، عايزني افضل محبوسة في البيت لحد ما تيجي ساعتي. بعد الشر عليكي يا ماما، هو ما قالش كده. هو انا منعك من الخروج يا محاسن ولا بقول لك ده وده لا؟ ليك حق تقول اكتر من كده كمان، ما انت دايما بتخرج. بخرج اروح فين بس يا ستي؟ مش هي القهوة؟ بتخرج وخلاص، الدور والباقي عليا انا. خلاص يا ماما بقى، خلاص يا بابا، ما فيش داعي لكده. ها يا ماما بقى، فين الحاجات الحلوة اللي انت عاملاها لي؟ حالا هجيبها لك. ممكن انزل بقى؟ حد عايز مني حاجة؟ انزل يا بابا. الو، كل سنة وانت طيبة يا طنط. وانت طيبة يا هدى. ايه المناسبة؟ معقولة يا طنط انت ناسية عيد ميلادك؟ عيد ميلادي انا؟ هو النهارده كام؟ النهارده التلات 5/10. والله متشكرة قوي يا هدى على اللفتة الجميلة دي. هدى، ها، انا هقفل معاكي السكة عشان اقوم اعمل تورتايه قبل ما يجي عمي. اوكي يا طنط، وكل سنة وانت طيبة مرة تانية. هي الدنيا مالها ضلمة كده والنور ماله مدخمس كده؟ الله، محاسن يا محاسن. انا هنا يا محمود، تعالى. الله، ايه ده؟ تورته وشمع. اللهم اجعله خير. في يا محاسن؟ افتكر انت. الله، هنرجع للفوازير تاني؟ ما تجيبي من الاخر وقولي ايه المناسبة. يعني مفيش فايدة؟ النهارده عيد ميلادي. عيد ميلادك. يا محاسن احنا كبرنا على الحاجات دي. الاحتفالات دي كانت واحنا صغيرين، اما دلوقتي نروح ونموت، نعيش ناكل نشرب ونحط ايدينا على خدنا ونتفرج على الايام وهي بتعدي، مش كده؟ مفيش فايدة فيك، مفيش فايدة. انا صباح الخير يا مدام محاسن. صباح النور. مالك؟ صباح النور يا استاذ احمد. في ايه مالك يا مدام محاسن؟ حاسه بحاجه؟ مفيش. هات المفتاح. هو فين؟ اهو يا مدام محاسن. مدام محاسن مالك؟ حاسه اني دايخه شويه. ارجوك يا استاذ احمد، ارجوك اتصل بمحمود جوزي على قهوه المعاشات او بحد من ولادي. حاضر بس تعالي الاول ادخلي استريحي وانا هعمل كل حاجه. يا استاذ محمود، البيت على التليفون وده وقته تلاقيها نسيت المفتاح جوه الشقه تاني. بسرعه يا استاذ محمود. حاضر جاي اهو. خير يا دكتور؟ حضرتك ابنها؟ جارها، بس في مقام ابنها. جوزها موجود؟ ايوه موجود، زمانه جاي وعندها اولاد كمان. المدام بتعاني من ضغط عصبي جامد واخشى انه يؤدي الى حاله اكتئاب. معقوله؟ محاسن، ايه اللي حصل يا استاذ احمد؟
عندها ايه يا دكتور؟ الاستاذ محمود جوزها. هدي نفسك، هي بخير. طمني يا دكتور، طمني. انا كنت لسه بقول للاستاذ احمد ان عندها ضغط عصبي وفي حاجه للراحه التامه والاستجمام. اللي تؤمر بيه حضرتك، اللي تؤمر بيه انا هعمله، ولو في اي علاج قول لي عليه وانا انزل اشتريه فورا. هو في علاج بس للاسف مش موجود في الصيدليات. علاجها في الصحبه والونس واهتمام اللي حواليها بيها، ويا ريت تغير المكان وتسافر. تغيير الجو مطلوب في حالتها دي. من بكره احجز ونسافر، المهم انها تقوم بالسلامه. القهوه يا محاسن. ايه ده يا محمود؟ انت اللي جايبها بنفسك؟ وعاملها بنفسي كمان، بس للاسف طلعت من غير وش. مش مهم، المهم انها من ايدك انت. ايه، فاكره الاغنيه دي يا محاسن؟ مش واخده بالي، مالها يا محمود؟ ما تفكري شويه. هات من الاخر وقول. ايه، كنا بنسمعها واحنا مخطوبين؟ لا، واحنا في شهر عسلنا في مرسى مطروح.